بيبدأ فيلمنا مع مشاهد من أحداث بحيرة فيكتوريا خلال أجازة الصيف، وبيكون في حفلة وفيها بنات وشباب وبيرقصوا في المية وبيكونوا كلهم سكرانين، وده طبعا قبل ما تهجم الأسماك عليهم وتتحول البحيرة للون الأحمر. وبينتهي مشهد الصيف اللي فات وبننتقل للحاضر، وبنعرف هنا إن البحيرة دي مهجورة وكل حاجة فيها متبهدلة حتى القوارب. وبعدها بنشوف 2 رجالة من رعاة البقر نازلين البحيرة علشان يسحبوا بقرة ميتة عايمة على وش المية وبيخرجوها من البحيرة، لكن وهما بيسحبوا البقرة من المية بالخطاف بيحسوا بحركة جواها وخمنوا ان اللي جواها ده بيض سمك، وعلشان يتأكدوا طلع واحد منهم ولاعة علشان يشوف كويس. وفي نفس الوقت كان التاني ضرب كبسولة عملت انفجار. وفي الوقت ده أسماك الجيران المفترسة بتهجم عليهم من كل ناحية، وقبل ما الأسماك تجرهم تحت المية مسك واحد منهم سمكة، لكن في لحظات كان السمك شده لتحت المية وما بقاش ليه أي أثر ولا هو ولا صاحبه. والمشهد بيتنقل بينا لإعلان في التلفزيون، وواضح إن في شخص بيقوم بحملة إعلانية علشان يعيد الحياة للبحيرة من جديد، وبيستخدم كل أنواع الدعاية للإعلان عن البحيرة. وبتظهر بنت زوجته اللي اسمها مادي وبتكون شريكته في حملات الدعاية، وهي بتستكشف المكان بتشوف بنات لابسين ومش لابسين في نفس الوقت، وبيكونوا جوه حمام السباحة وكاميرات متوصلة بشاشات عرض كبيرة بتعرض أجسام البنات لما بيخرجوا من المية. فبتتضايق من كل اللي بيحصل ده وما بيكونش عاجبها الوضع. وبيجي الليل وبتحتفل مادي واصحابها في حمام السباحة وبيضربوا الألعاب النارية في السماء وبيبتدوا يشربوا ويتبسطوا. وبيظهر شاب اسمه فايل وبيكون شغال ضابط أمن في المكان، وكان حبيب مادي القديم وسابوا بعض بسبب مشاكل في العلاقة بينهم، وشكله كده بيحاول يرجع العلاقة دي من تاني علشان يقضوا الأجازة سوا. وفي الناحية التانية بيروح 2 صحاب للبحيرة اسمهم شيليا وجوج، وبيقرروا ان هما ينزلوا سوا المية علشان يقضوا وقت لطيف. وهما في المية بتعوم سمكة ناحية شيليا وبتخبط فيها وبتفتكر ان صاحبها بيحاول يتحرش بيها، فبتتضايق البنت منه وبيخرجوا الاتنين من المية. وبنروح بعدها لأشلي وترافل، ودول بقى بيسيبوا الحفلة وبيدخلوا العربية بتاعتهم وبيعيشوا مع بعض. وهما مع بعض بتقترح أشلي على انهم يعملوا حاجة مجنونة، وبتبدأ تربط ايده بكلبش موجود في العربية وبتخبط رجله في الفرامل، فبتتحرك العربية بيهم ناحية البحيرة وبتغرق في المية. وبتخرج أشلي من شباك العربية وبتطلب المساعدة، لكن بالنسبة لترافل بتهجم عليه أسماك البيرانا المفترسة وبيموت. واخر حاجة شافتها منه كانت دراعه، وبدأت العربية في الغرق وأشلي بتصرخ علشان حد ينقذها، لكن مفيش أي حد بيسمعها والسمك بيهجم عليها وبيموتها. وتاني يوم بتحس مادي بالقلق من غياب اصحابها وبتسأل عليهم كل اللي كانوا موجودين في الحفلة. وفي الوقت ده كان بيتم تنظيف المنظمة اللي جنب حمام السباحة علشان بيستعدوا للحفلة الكبيرة. وفي الناحية التانية باري بينظف الاستراحة لكن بشكل مختلف يلفت النظر، وبتطير ورقة زبالة في الهواء وبيودي في اتجاهها شوكة التنظيف وبيمسكها. وفي البحيرة بنشوف ان هم طلعوا عربية أشلي وترافل من المية، وبيكونوا طبعا ملهمش اي اثر. وبيلاحظ الضابط ان الكلبشات مربوطة في عمود، وبتقلق شيليا اكتر على صاحبتها وبالذات لما بتتصل عليها وبتلاقي تليفونها مغلق. وبعدها شيليا بتقعد على البحيرة وبتكون منزلة رجليها في المية، وبتيجي مادي تقعد معاها وكانت بتطمنها، وتحس اسماك البيرانا بوجودهم فبتتحرك ناحيتهم بقوة وبتبتدي تضرب الممر الخشبي، وده بيتسبب ان شيليا تقع في المية. لكن مادي هنا بتنقذها وبتخرجها من المية، وفجأة بيتقسم الممر الخشبي لنصين، وبتحاول شيليا هنا ان هي تجدف بايديها لحد لما توصل لصاحبتها وبتشدها برجليها على الرملة. وفجأة بتطير ناحيتهم سمكة البيرانا من المية وبتهجم على مادي، ولحسن الحظ بتمسكها بايديها وبتوقعها على الارض وبتموتها. وبيسمع بعدها شاب اسمه باري صوت عالي فجري ناحيتهم وبيعرف منهم اللي حصل، وبيتعرف على السمكة اللي اكتشف ان هي نوع مفترس جدا اسمه اسماك البيرانا. وبعد كده بياخدهم باري والضابط كي لعالم احياء بيكون اسمه كارلو، واللي بيعمل ابحاث على النوع ده من السمك. وفي البداية كان العالم مش عايز يقابلهم، بس لما عرف القصة منهم سمح لهم بالدخول وقال لهم انه بيعمل بحث ودراسة بخصوص النوع ده من الاسماك، وان النوع ده مفترس جدا ويقدر يخترق الحديد وبينجذب للاماكن اللي فيها ثاني اكسيد الكبريت، ومعنى كده انه هينجذب للمية اللي فيها كلور، ده طبعا زي حمامات السباحة. وفي الاخر بيقول لهم معلومات غريبة، وهو انه بيطور نفسه بسرعة وهيجي يوم ويقدر السمك ده يمشي على الارض. وبيجي الليل وبتكون لسه شيليا لسه بطنها وجعاها، فبتطلب من جوج ان هو يقعد معاها. وفي نفس الوقت بتوصل مادي عند البحيرة وبتصمم تفحص المية، وده علشان تتأكد ان هي مفيهاش كلور وان السمك المفترس مش هيقدر يدخلها. وطلبت من باري ينزل معاها علشان لو حصل حاجة ينقذها، ولكن باري بيكون ما بيعرفش يعوم خالص، وبتضطر مادي ان هي تغطس لوحدها.
وبتلاقي ان الشبكة المعدنية سليمة، وبعد ما خلصت فحص وهي راجعة بتهجم عليها سمكة وبتعضها، فبتعوم بسرعة ناحية الشاطئ وبتصرخ، فبيسمع كاي صوتها وبيجي وينقذها. ومن التعب بيناموا هما الاتنين على الأرض، وبيستغل كاي الفرصة هنا بإنه يرجع العلاقة بينهم. وفي الناحية التانية على الطريق بيوقف كاي شيت علشان السرعة الزايدة، وشيت طبعا صاحب الحفلة الكبيرة وكان عايز يتأكد ان كل حاجة تمام، فبيديله ظرف فيه فلوس، رشوة يعني، وكاي بياخده منه. وبنعرف ان كاي بيجاهل غلطات لشيت كتير مقابل الفلوس. بس قبل ما يمشي شيت بالعربية كاي سلمه مخالفة السرعة، فبيستغرب شيت منه فبيقوله ده حق وانا خدت حقي. وبنروح لغرفة في فندق قدام الحديقة المائية، وبنلاقي ديفيد بيعزف على الأورج وبيحاول يعمل أغنية رومانسية لبنت معاه في الأوضة، وبيتلخبط في اسمها وطلع اسم صاحبتها التانية اللي كانت معاها. وبيروح ديفيد عامل النطة الجامدة وهو بيشرب. وفي مكان الحفلة اتجمع ناس كتير علشان تقضي أجازتها، وبينهم راجل اسمه فالو، وكان موجود الصيف اللي فات وقت ما هجمت الأسماك المفترسة على الناس، ولكن من حسن حظه إنه قدر يهرب بنص جسمه اللي فوق. وبيكون معاه شاب بياخده وبيروح عند حمام السباحة، وبيحاول هنا فالو إنه يتغلب على نفسه وينزل المية، لكنه ما بيقدرش وبدأ يتعصب ويلوم نفسه. وبعد كده طلع زهقه في صاحبه وقعه في المية. وعلى المسرح بيتم تقديم ديفيد للجمهور، وبيخرج من ورا ستارة من الورق، وكان لابس لبس خاص بيه. وبنعرف هنا ان هو ليه شعبية كبيرة، وبتتلم ناس كتير عليه وبيهتفوا باسمه، والبنات بتتجمع حواليه علشان تتصور معاه. وبعيد عن الحفلة بتفحص مادي المكان وبتقابل شيت، وبتقوله ان هي خايفة جدا من الاسماك المفترسة، وبيطمنها وبيقول لها ان المية ما فيهاش كلور نهائي، وان مصدر المية دي من باطن الارض. وبيقول لها انا مش مستعد اخسر الفلوس اللي عملت بيها مشروع، فبحاول ان اجمع فلوس باي شكل من الاشكال. فالحفلة بتبدأ والاسماك المفترسة بتظهر، واول حاجة بتدل على وجودها ان هي بتعض طفل صغير من رجله. وبيروح يقول لمامته بس هي مش بتصدقه، وبتعتقد ان ابنها اتخبط في اي حاجة، وبتطلب منه يروح عند مسؤول الانقاذ علشان يعالج الجرح. وبعدها بيروح الولد لرجل الانقاذ وبيكون ديفيد، ولكنه مش بيهتم بالولد نهائي. وبتظهر حالة عض تانية، وهنا مادي بتحس بالقلق ان في اسماك مفترسة في حمام السباحة، وبتبدأ تحذر الناس ان هم يخرجوا من المكان، بس بيمنعها كاي لانه خايف على مصلحة شيت، واكيد مصلحته طبعا. وبعدها بدقايق هجمت الاسماك على كل الموجودين في المكان، وفاليو هنا بيحاول يتدخل علشان يساعد الناس مرة تانية زي ما حصل الصيف اللي فات. وبيقوم على رجله الصناعية بكل شجاعة وبينزل حمام السباحة، وحاولت السمكة ان هي تعضه من رجله، لكن رجله الصناعية حديد وفي الحقيقة بتكون مسدس رشاش، وبدأ يضرب السمك. وجي وقت ديفيد انه يلعب دور المنقذ، وبيقرر انقاذ طفل صغير من المية، وبيجري ناحية الولد وبيخرجه من حمام السباحة. وهنا شيت بيستوعب حجم المشكلة اللي وقع فيها، فبيقرر ان هو يهرب وياخد معاه صندوق الفلوس. وهو بيجري بيقابل طفلة صغيرة بتعيط علشان امها، وبيديها فلوس كتعويض، وده علشان يريح ضميره. وبعدها بيركب عربيته بسرعة وكان متوتر، وبسبب التوتر والقلق ما خدش باله ان في سلوك محاطة بالمكان، وبتقطع راسه وبتطير في الهواء وبتقع في حمام السباحة. وهنا بيحاول باري وصاحبه ان هما يتخلصوا من السمك، فبيدخلوا غرفة التحكم وشغلوا الشفاط، وده علشان يشفط المية من حمام السباحة. واستمرت مادي في انقاذ الناس اللي في حمام السباحة، وفي الوقت ده كان الشفاط اشتغل وبدأ يسحبها لتحت. وكان بيحاول كاي ان هو يساعدها، لكنه بيخاف على نفسه من السمك، وقرر ان هو يتخلى عنها وبيهرب. وبيشوفها هنا باري وهي بتغرق، وبرغم من انه مش بيعرف يعوم لكنه قرر انه ينزل وينقذها، بس حس ان هو هيغرق فخرج من المية وجري ناحية الشوكة اللي كان بيستخدمها. وفي اللحظة اللي بتهجم سمكة على مادي كانت الشوكة في طريقها للسمكة وبترشق فيها، وبعدها بينزل باري وبينقذها وهو رابط نفسه بحبل، وهي كمان كانت مغمى عليها، فبيديها هنا قبلة الحياة وبتفوق بعدها مادي وبتحضنه وبتشكره ان هو انقذها. وهنا كاي حس بخيبة امل لانه معرفش ينقذها، وبيحاول يعمل بطل وينقذ اي شخص في حمام السباحة، وده طبعا علشان يبان قدامها ان هو بطل وموجود في المكان ومهربش. ولكن شكله كان وحش قوي وهو طالع من المية وشايل نص بني ادم على ايده. وفي غرفة التحكم بيك بيحاول يصب الكلور في الانابيب، وبعدها بيرمي عود كبريت وده بيسبب انفجار ضخم وبيخلي معظم الاسماك تطير في الهواء. ومن بين الحاجات اللي بتطير الشوكة بتاع باري وبتقع على راس كاي. وفي النهاية بيتصل عالم الأحياء بمادي وبيقول لها السمكة طورت من نفسها بشكل كبير وبدأت تمشي على الأرض. وفي نفس الوقت ده بيقف طفل وبيحاول يصور السمكة، ولكن فاجأتهم السمكة بأن هي طارت وقطعت راس الطفل ده بكل سهولة. وديفيد بيشوف اللي حصل من بعيد وبيقول للطفل ده في باله كده تصدق ان انت غبي. وبكده بيكون فيلمنا خلص. ما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وده علشان يوصلك إشعار بكل أفلامنا الجديدة. أشوفكم على خير في فيلم جديد. سلام.